مساء الخير. ايه رايكم في النيو لوك مبدئيا؟ لسه عامله شعري دلوقتي، اول مره اعمله كده، فبجرب حاجه جديده. المهم انا دلوقتي رايحه على مطعم اذربيجاني هجرب فيه الاكل. المفروض ان انا معايا فاوتشر، كانت كولابوريشن كده مع اوتيل هنا، والمطعم ده تبعهم يعني. هروح بقى اجرب تجربه الاكل الاذربيجاني واشاركها معاكم. يلا بينا. طيب مبدئيا كده المطعم هنا اسمه قربان سعيد او قربان سعيد، وده الكاتب بتاع الرواية علي ونينو اللي اتحول فيلم في 2016 تقريبا. القصة بتدور حوالين علي اللي هو كان برنس أذربيجاني مسلم، و نينو دي كانت بنت من جورجيا مسيحية، ومفروض ان هم حبوا بعض وكانوا عايزين يتجوزوا بقى وقت الحرب العالمية الأولى، ووقت لما أذربيجان بقت جزء من الاتحاد السوفيتي. فده الملخص كده بتاع الاسم بتاع المطعم. هو المطعم مش قديم قوي، ولكن هي دي القصه بتاعته يعني. حتى بيجي لكم مع المنيو الكتاب ده بيشرح فيه قصه الكاتب اللي اسلم. هو المفروض ان هو كان اذربيجاني والماني، ودخل في الاسلام at some point وحول اسمه بقى محمد اسعاد بي من قربان سعيد. بس المطعم لذيذ قوي بصراحه. بنبدا بشربات. عندهم الشربات very traditional مشروب هنا. بنشوف لو في فرق ما بينه وما بين المصري. في حاجه مختلفه بس مش عارفه هي بالظبط. ما شربتش الشربات بصراحه في مصر كتير يعني، بس فريش قوي. This is yogurt. You need to add this yogurt to afar. هنبدأ بالطبق ده، نحطوا عليه زبادي. دي اما بهارات او لحمه، فانا اخترت البهارات يعني مور تراديشنال. خلينا نجرب. عامل زي الفطير المشلتت عندنا، تعمل السمنه كده وتحس ان العجينه بتدوب في البق. خطير بصراحه. خلينا ندوق السلطه. دي اكتر سلطه هنا تراديشنال يعني تقليديه. خلينا هي مبدئيا طماطم وشبت وبقدونس وايه كمان نشوف. عامله زي بابا غنوج كده. متحمسه بقى ادوق الفن ده. حاسس ان هو ملمس سوشي شويه، شبه السوشي يعني. وطبعا عليها رمان اللي موجود في كل الاكل بتاعهم تقريبا. ايه الحلاوه دي؟ انا عايز اشوف ايه اللي جواها. مكسرات مفرومه. احلى حاجه ادوقها في اذربيجان كلها تقريبا. ده طبعا طبق فيجيتيريان مبلع بالشربات. So this is shahlof, our traditional plov. It's very delicious. But this is like the number one traditional food here, or there is? Yes. Yeah. It's the most popular.
Is there anything special about the tea here? This tea is from Lankaran, it's the region Astara, and this tea is from there, and it's very popular and traditional. Like if someone drinks tea, it should be from Astara. Oh, okay. Yeah. This is Apsharon cake. Uh-huh. And this cake was very popular in the Soviet Union of in 1980s. Yeah. Like old generation, our parents were going to the stores and buying this cake named Apsharon. Right, right. So Absharon means half island. Yes. Ah, شبه الجزيرة يعني. Yeah. أبشرون يعني شبه جزيرة. وبس كده انا بقى متجهه الى الخارج. هو المفروض الحساب كان بالظبط ايكوال الفاوتشر اللي ادهوني 50 منت، يعني حوالي اكتب لكم تحت قد ايه بالدولار وبالجنيه حاليا. استمتعت جدا، مطعم لذيذ، الناس لذيذه قوي. قعدت انا ونرمين نتكلم كتير قوي، وطلعت عارفه ناس مصريين و عارفه حاجات كتير عن الثقافه المصريه بتاعتنا. وطبعا كالعاده بنعلم الاجانب على طول الشتايم والكلام فكانت عارفه كل الشتايم، وكانت لذيذه قوي يعني. تجربه حلوه. تعالوا المطعم لو جيتوا، يعني هو اعلان المفروض جايه يعني عشان هو كولابوريشن، بس انتوا عارفين ان انا ما بقولش حاجه يعني عشان اعلان هقول ان هي حلوه، بس انا فعلا استمتعت بالتجربه يعني كانت لذيذه. بس كده اشوفكم في الفيديو الجاي. اي ثينك باي باي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في مغامرات جايه. باي باي. ساو. اوكي كات